السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أرقى متابعين؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، عجينة بيتزا هشة ناجحة، أكيد راح تعتمدوها من تجربوها، إن شاء الله تنال إعجابكم. أبد ما تخرب هاي ولا تيبس هاي العجينة. يلا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي. راح استعمل هنا كوب من الطحين الأسمر و4 كوب من الطحين الأبيض. الطحين الأسمر حتى ينطيها هشاشة. راح أخلي ملعقتين كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقتين كبيرة من السكر. الملح نخليه بعدين، ما نخليه هسه، يعني نبدي العجين وبعدين نخليه أثناء العجين. وهاي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نخلطهم أول شي هالشكل عالجاف، بعدين نخلي المي كوبين من المي دافي، لا حار ولا بارد. نضيفهم بالتدريج ويكون العجن بصورة يعني بطيئة، إذا بالعجانة إذا بالإيد يعني ترهم يعني عادي. أثناء العجن وأضيف الملح ملعقة صغيرة، ونص كوب من الزيت، أي زيت، زيت زيتون، زيت نباتي يعني عادي، زيت ذرة، زيت عباد الشمس. تاخذ لها تقريبا 10 دقايق يعني عجن لحد ما يصبح قوامها بهالصورة. يعني صح يعني شوية لينة العجينة، مو يابسة مو قوية، بس يكون يعني قوامها بهالصورة ما تلزق. ألم أكور العجينة وأغطيها بهذا البلاستيك الغذائي، وبعدين أدثرها وأغطيها يعني بفد شي يعني بوصلة أو بطانية، وأتركها تختمر حسب حرارة يعني الجو اللي يمكم، إلى أن يضاعف حجمها وتختمر تصبح بهالصورة. أبدي أكورها، أسويها على شكل يعني أشنقها كور على قد الصواني اللي عندي، حسب حجم الصواني بهالطريقة، وأغطيهم حتى لا ينشف وجههم. ورا ما أكورهم أتركهم تقريبا شوية 5 دقائق ترتاح العجينة، بعدين أبدي أفردهم. أدهن الصواني بشي بسيط من الزيت، وبعدين أبدي أفتح العجين ما يحتاج شوبك، بهالطريقة نفتحها. نبدي من الوسط إلى الأطراف، طبعا الأطراف تبقى يعني شوية عالية بهالطريقة. وراها أنزل من عندها الطحين هذا الجوا شوية على طحين، يعني أفتحها وأنزلها على الصينية وأرتب شكلها بهالطريقة. أفتح كل الصواني بنفس هذه الطريقة، بعدين أتركهم يرتاحون، وهم أرجع عليهم مرة ثانية. راح أرجع ألقاهم شلون يعني شلون مثل ترتد العجينة، شوفوا شلون ترجع تلتم، فأرجع أفتحها مرة ثانية قبل ما أخلي عليها الحشوة. الفرن يكون ساخن، يعني على شي أني أخليه على درجة حرارة 250، ما أعرف يعني حسب أفرانكم. الحشوة اللي انتو ترغبوها، أنا خليت هنا بابروني وفطر وذرة وبصل وطماطة وفلفل، زيتون، جبن، يعني اللي انتو تحبوه. صلصة البيتزا هنا أنا بصراحة يعني جاهزة عندي، هاي الذرة ويعني الطماطة، يعني شوفوا يعني جزء مثلا أخلي بيه طماطة، جزء أخلي بيه زيتون، يعني حسب يعني عندي بالبيت أكو ناس ما تحب الطماطة، ناس ما تحب الزيتون، فأخلي جهة وجهة. والآخر شي الجبن، وأدخلها للفرن. تاخذ يعني تقريبا 10 دقايق. أهم شي تستوي من جوا تحمر، والفوق أنا ما أريده يعني يحترق الجبن، بس مجرد إنه يسيح الجبن. حتى الخضار ما يحتاج لها إنه تنطبخ فترة طويلة، كافي هاي الفترة الحرارة.
هاي بقية الصواني كلها أحضرها نفس الشي بين ما تطلع الصينية الأولى. من تكمل مباشرة إنه أدخل الصواني. يفضل إنه هي تتحضر الصواني حتى يعني شلون تاخذ راحتها شوية، هم تنفش العجينة حتى تنطيها يعني شلون هشاشة، تبقى هشة العجينة ما تيبس. هاي طلعت أول وحدة، أول صينية. راح أبدي أرفعها من الصينية، أخليها على بورد وأقطعها. شوفوا شلون حلو لونها من أخذتها من جوا، هاي بسبب دهنا الصينية بالزيت. أبدي أقطعها وشوفوا الهشاشة العجينة. طبعا العجينة هذه كلش ناجحة وطيبة، طعمها طيب، يعني غير مكلفة وما تيبس نهائيا. هسه يقولوا لي إنه ليش يعني طحين أسمر خليتي من عنده كوب؟ ينطيها هشاشة وينطيها طعم للعجينة أطيب تكون من إذا طحين صفر، وإذا ما متوفر يكفي يعني تقدرون يعني بس طحين الصفر. شوفوا العجينة شلون هشة طرية، هاي يعني ورا ما بردت أبد ما تيبس نهائيا، يكون طعمها طيب وتختمر بسرعة إذا بيها هذا الطحين الأسمر، يعني الطحين هذا مال الحصة العادي. هاي وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسون اللايك، وأتمنى يعني تدعمون القناة بالاشتراك إذا عجبكم الفيديو. إذا هاي زيارتكم الأولى للقناة أتمنى من عندكم الاشتراك وتفعيل صوت الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل مرة ننزل بيها فيديو جديد. هاي بقية الصواني ما شاء الله، شوفوا شلون جمال، شوفوا التحميرة اللي جوا، شوفوا الهشاشة مالت العجينة. وممكن إنه تتفرز، أنا بصراحة يعني أسوي كمية من عندها يتعشون الأولاد وبعدين يعني أفرزها الباقي. من تطلع يعني بعد التفريز جديدة كأنه، بس مجرد إنه أتركها شوية يعني تاخذ لها 10 دقايق يعني على الكاونتر شوية تذوب، بعدين أخليها بالمايكرويف. ألتقيكم على خير، أترككم في أمان الله.